ايه اقوى، جرافين ولا افلام؟ تعال اوريك. نعمل مقارنه ما بين الافلام والجرافين. اولا انا كعميل ليا مجموعه اختيارات هي اللي بتحدد ايه الافضل. نبتدي بمميزات الافلام. فيلم بيعمل بلوك على العربيه تماما، حمايه من الشمس، اتربه، كل المشاكل اليوميه والعوامل الجويه الفيلم بيحمي منها. طبعا خرابيش سطحيه ومتوسطه وعنيفه بيحمي منها. العنيفه بتبقى بنسبه من 80 ل 100%، كده الفيلم 100% مظبوط. الجرافين حمايه من العوامل الجويه، شمس، كيماويات، فضلات طيور، اصباغ اشجار، المشاكل اليوميه اللي بتطفي الدهان وتخليه كشف ويتمسح مع الوقت والعربيه تضطر ترش. طيب حمايه من الخرابيش السطحيه متوسطه، نص 50%. العنيفه صفر، ما بيحميش من الخرابيش العنيفه. الافلام تكسب نقطه على الجرافين. بالنسبه للصيانه، الافلام لما بتعمل لها صيانه، لو الفيلم حصل فيه قطع بيضطر ان هو يقطع قطعه ويركب حته بدلها، بالتالي شكل العربيه بيبوظ. رقم اتنين، لو هيغير قطعه كامله السعر بيتحدد هنا من 5 ل 20,000 جنيه على حسب لو اتقطع فيه الفيلم. رقم ثلاثة، إزالة الفيلم لو ما اتزالش بطريقة محترفة وناس فاهمة هيدمر ورنيش العربية. رقم أربعة، فيلم بيبوظ من الغسيل ببريل والصابون، مسح الفوطة الزفرة، الشمس، سواء رقم واحد أو كواليتي تاني أو تالت أو رابع أو عاشر. الجرافين في الصيانات احنا بنعمله مجاني، ومقدمين خدمة كتير زينا بيعملوه مجاني. رقم اتنين، الإزالة. الجرافين يعني بعد فترة الضمان لو سبته هيروح لوحده، ولو متابع صيانتك باستمرار ممكن يقعد له 3 4 سنين بدون اي اذيه لسطح السياره. محتاجين نوضح نقطه، الافلام والجرافين الاثنين بيبوظوا من غسيل البريل والصابون ومسح الفوطه الزفره. الجرافين للعربيات القديمه، التجهيز والتلميع، وانه يتحط على العربيه يعوض الفقد اللي حصل في الورنيش ويرجعها تاني. الافلام ما تنفعش على عربيه الورنيش بتاعها متبهدل او عربيه رشه. الجرافين يكسب معانا في صيانات، يكسب معانا جديده او قديمه، يكسب معانا سعره اقل بكتير من الافلام. الحاجه الوحيده اللي ما يقدرش ينافس الافلام فيها الخرابيش العنيفه. وبكده انت عرفت تفاصيل الافلام والجرافين، ما تخليش حد يضحك عليك. نقطه اخيره، هنعمل الفيديو الجاي مقارنه ما بين الافلام وبعضها، افلام درجه اولى وافلام درجه تانية. هنشوف الفرق ما بين الاتنين عامل ازاي عشان تقدر انت تحدد تعمل بجد فيلم ولا جرافين ولا فيلم اقتصادي.